أهلا بيكم. كتير مننا بيستخدم الذكاء الاصطناعي، بس حاسس إنه واقف عند نقطة معينة، حاسس إن في سقف مش عارف يعديه. بالظبط الإحساس ده لخصهولي صديقي المهندس علي لما كان بيشتكي لي من كام يوم. يا مصطفى، أنا زهقت. الذكاء الاصطناعي ده آخره يكتب لي كلام، يرد على سؤال. حرفيا هو محبوس جوه شات. مش عارف أستفيد منه في شغلي بجد. فابتسمت كده وقلت له: محبوس؟ طب تعالى معايا بقى، انا هوريك السحر الحقيقي، هوريك ازاي بنطلع الاي اي ده من السجن بتاعه ونخليه يشتغل معانا بجد. والحقيقة إن كلام علي فيه جزء كبير قوي من الصحة. الموديلات اللغوية الكبيرة اللي هي يعني العقل اللي ورا تشات جي بي تي وغيره، هي في الأصل فعلا سجينة، معزولة تماما عن أي تطبيق أو أي داتا بنستخدمها في شغلنا اليومي. تخيل معايا كده جدران السجن ده. الاي اي ده ما بيقدرش يشوف الايميل الجديد اللي لسه وصلك من عميل مهم، ولا يقدر يفتح ملف جوجل شيتس عندك ويزود فيه اي معلومة، ومستحيل طبعا يبعت رسالة واتساب بالنيابة عنك. هو حرفيا اعمى واطرش عن اي حاجة بتحصل بره شاشة الشات بتاعته. طيب إزاي بقى نكسر الجدران دي؟ المفاتيح في إيدينا، والمفاتيح دي اسمها التكامل أو الانتجريشن. دي التكنولوجيا اللي بتوصل مخ الذكاء الاصطناعي بالعالم الحقيقي بتطبيقاتنا وشغلنا. الموضوع فكرته بسيطة جدا. التكامل ده عبارة عن إيه؟ هو ببساطة إننا بنخلي مخ ال AI ده يكلم البرامج اللي بنستخدمها كل يوم، الإيميل، جوجل شيتس، واتساب، بنخليهم كلهم يتكلموا لغة واحدة ويفهموا على بعض. وهنا بقى الأها مومنت بتاعتنا. عشان نفهمها ببساطة بلدي خالص، تخيل إن تطبيقاتك دي بيت. ال API عامل زي السباكة، أنت اللي لازم تقوم بنفسك تفتح الحنفية عشان تطلب المياه. يعني أنت اللي لازم تروح تسأل التطبيق وتقول له: يا جيميل لو سمحت في إيميلات جديدة وصلت؟ أما الويب هوك فده بقى عامل زي الكهرباء. لما النور بيجي مش بتروح تسأل شركة الكهرباء، لأ، هو بينور لوحده، هو اللي بيجي لك يبلغك إن في حاجة حصلت. يبقى واحد أنت بتطلب منه، والتاني هو اللي بيبعت لك لوحده. ودلوقتي بعد ما فهمنا المفاتيح دي بتشتغل ازاي، تعال بقى نشوف السحر اللي بيحصل لما بنستخدمها صح، لما بنطلع ال AI ده من القفص بتاعه ونخليه يشتغل بجد. تخيل معايا السيناريو ده اللي ممكن يوفر عليك ساعات شغل كل أسبوع. أول حاجة، بيوصل لك إيميل شكوى من عميل، في نفس اللحظة دي الويب هوك بتاع الإيميل بيبعت إشارة لل AI. تاني حاجة، ال AI بيقرأ الإيميل ده وبيحلله في ثانية، هل العميل ده غضبان ولا بيستفسر ولا عنده مشكلة تقنية. تالت حاجة، وبناء على التحليل ده ال AI فوراً بيكتب مسودة رد احترافية ومناسبة للحالة. وأخيراً، في نفس الوقت بالظبط بياخد تفاصيل الشكوى دي ويسجلها في جوجل شيت عشان الفريق يقدر يتابعها. كل ده بيحصل بشكل اوتوماتيك في ثواني من غير أي تدخل منك. هنا بقى بنفهم النقطة الجوهرية. الموضوع ما بقاش مجرد شات بنسأله سؤال يرد علينا، لا، ده اتحول لنظام تشغيل كامل، operating system، بيدير أجزاء من البيزنس بتاعك بشكل ذكي ومؤتمت. وأكيد السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي، طب هل أنا محتاج أبقى خبير ذكاء اصطناعي أو مهندس برمجة عشان أعمل كل ده؟ والإجابة ببساطة هي لأ. والجملة دي عايزة تثبت في ذهنك كويس قوي. مش شرط خالص تكون مهندس ذكاء اصطناعي عشان تعمل التكامل ده. أي مهندس، أي صاحب بيزنس عنده الرغبة يقدر يبدأ النهاردة. في طريقين أساسيين قدامنا. الطريق السهل واللي بنصح أي حد إنه يبدأ بيه هو منصات اسمها نو كود زي زابير أو make.com. دي بتخليك تربط آلاف التطبيقات ببعض كأنك بتبني بمكعبات ليجو من غير ما تكتب سطر كود واحد. والطريق التاني لو محتاج حاجة معقدة قوي أو مخصصة ليك، هو عن طريق كتابة كود بسيط بلغات زي بايثون عشان تبني حلول على مقاسك بالظبط. وبما إن الكلام النظري لوحده مش كفاية، الشرح اللي جاي هيكون عملي بحت. هنختار أداة من أدوات الطريق السهل وهنبني بيها سيستم الشكاوي ده مع بعض خطوة بخطوة. وهنا بقى يجي دوركم. عشان نجهز للشرح العملي اللي جاي محتاجين نعرف منكم، تحبوا نستخدم أنهي أداة عشان نبني السيستم ده قدامكم لايف، زابير ولا make.com؟ سيبوا لنا رأيكم في التعليقات، وبناء على اختيار الأغلبية هنجهز الشرح العملي الجاي. يلا مستنيين تفاعلكم.